طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء العترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا. دعوة لأصحاب المواشي لتحصين مواشيهم. تدريب مدرسي وطلاب وعمال كلية التجارة والعلوم الاجتماعية بعد ريح. نيجر تعلن الإفراج عن إرهابيين في إطار البحث عن السلام. روسيا تستخدم حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار. وفرنسا تعترض سفينة في بحر المانش بسبب العقوبات المفروضة على موسكو. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطنين 2 في بيت مخا ومايتمناي بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 6 مرضى، 4 من إقليم عنسبة و2 من إقليم القاشبركة. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 9700، شفي منهم 9593 وتوفي 103 مريض، فيما لا يزال 4 مرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 26 من فبراير 2022. أوضح ممثل المزارعين في تسنيب مؤسسة المواشي والقلال السيد فسها إبراهيم بذل الجهود الجادة في السنتين الماضيتين لضمان صحة المواشي ورفع إنتاجيتها وتطعيمها لمكافحة الأمراض العابرة للحدود. وأوضح المسؤول تطعيم المواشي من مختلف الأمراض، داعيا المزارعين والرعاة لتطعيم مواشيهم في البرنامج الذي يجري في 11 ضاحية. وقال الطبيب البيطري محمد نور أن مرض الجدري معدي ويقلل من إنتاج المواشي ويؤدي إلى الموت، وعلى أصحاب المواشي تطعيم ماشيتهم سريعا لتلافي المرض. وذكر أصحاب المواشي أن التطعيم المقدم يؤمن صحة مواشيهم، ويوجد في مديرية تسنية أكثر من 376 ألف رأس من المواشي. تلقى مدرسو وطلاب وعمال كلية التجارة والعلوم الاجتماعية في عدغيح دورة تأهيلية ل3 أشهر إلى جانب أنشطتهم الأكاديمية. تضمن التدريب الذي نظمه فرع ساو ومؤسسة التعليم العالي في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الجرافيكس وتقنية الكمبيوتر والإلكترونيات. وذكر مسؤول الاتحاد في الكلية في مراسم التخريج يوم 24 من فبراير أن التدريب ينظم للمرة الثالثة لرفع قدرات الشباب. من جانبه أوضح عميد كلية التجارة والعلوم الاجتماعية الدكتور ستيفانوس هايلا مريم أهمية التدريب المهني في حياة المواطنين واكتساب طلاب وعمال الكلية المهن الإضافية. وذكر المتدربون أن التدريب سيكون له دور كبير في حياتهم. أكد الإيطاليون المقيمون في عدة مدن نيوزيلندية على العمل بكل طاقاتهم لإنجاح برامج التعبئة كضرورة وطنية. وأفادت القنصلية الإيطالية في أستراليا ونيوزيلندا بأن المواطنين تبرعوا الشهر الماضي ب$20,000. وأوضح رئيس الجالية الإيطالية في مدينة أوكلاند السيد هابتن ميكال أبراهام متابعتهم باهتمام لكافة برامج التصدي، وهم على استعداد للمساهمة حسب القدرات. وأكد على استعداد الإيطاليين الدائم المقيمين في نيوزيلندا عامة لتقوية التصدي. سيداتي سادتي، الأخبار العالمية تأتيكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد.
أفرجت النيجر عن العديد من الإرهابيين المعتقلين في البلاد، من بينهم عناصر من جماعة بوكو حرام، وذلك في إطار البحث عن السلام كما أفاد التلفزيون الرسمي. وذكر التلفزيون في النيجر أن الرئيس محمد بازوم قد أعلن الإفراج عن العديد من الإرهابيين المعتقلين خلال اجتماع حول الوضع الأمني في البلاد. فيما صرح مصدر راسي لوكالة الأنباء الفرنسية أن عملية الإفراج هي الأولى من نوعها التي يتم الكشف عنها في إطار البحث عن السلام واستعادته في النيجر منذ بداية الهجمات الإرهابية في عام 1995. وكان السجناء محتجزين في بلدة كولو الجنوبية في سجن كوتاكالي الذي يحظى بحراسة أمنية مشددة. استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار ساقطه الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر بأشد العبارات عدوانها على أوكرانيا ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد فورا. وصوت 11 عضوا من أعضاء المجلس 15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات العربية المتحدة. وقال دبلوماسي أنه تم التخفيف من لهجة مشروع القرار قبل ساعات من التصويت، وذلك من أجل الضمان أن تمتنع الدول الثلاثة عن التصويت بدلا من أن تصوت ضد النص. وأكد الدبلوماسيون أن مشروع قرار مشابها سيطرح في الأيام المقبلة على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا تملك أي دولة حق النقض. اعترضت الجمارك الفرنسية سفينة تجارية تنقل مركبات إلى سانت بطرسبورغ، ويعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو. وأقر الاتحاد الأوروبي حزمة غير مسبوقة من العقوبات ضد روسيا ردا على غزوها أوكرانيا قبل وقت قصير من تعزيز لندن وواشنطن قيودهما، لكن دون اتخاذ إجراءات جذرية. هذا وقالت وزارة الصحة الأوكرانية أن 198 شخصا بينهم 3 أطفال قتلوا من جراء القصف الروسي في وقت بدأ القتال في العاصمة كييف يتحول إلى نوع من حرب الشوارع. واختم في هذه النشرة: تنطلق 5 أجهزة إنسان آلي روبوت صغيرة تم تصميمها وصنعها في المكسيك إلى القمر في وقت لاحق من هذا العام، وذلك في إطار مهمة علمية تعد الأولى من نوعها، حيث تتدافع الأجهزة ذات العجلتين على سطح القمر وتجري قياسات متطورة. وقال كبير العلماء الذين طوروا ما يسمى بأجهزة الروبوت متناهية الصغر في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة أن الأجهزة ستعمل معا مثل الثرب من النحل بمجرد أن تقطع مسافة الرحلة التي يقترب طولها من 386 ألف كيلومتر على متن صاروخ. وتستعد البعثة للانطلاق على صاروخ من طراز فولكان ليكون أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على سطح القمر منذ ما يقرب من 50 عاما. في الختام تذكير بأبرز العناوين. إصابة مواطنين بكوفيد 19. دعوة لأصحاب المواشي لتحصين مواشيهم. تدريب مدرسي وطلاب وعمال كلية التجارة والعلوم الاجتماعية بعدريح. النيجر تعلن الإفراج عن إرهابيين في إطار البحث عن السلام. روسيا تستخدم حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أممي. وفرنسا تعترض سفينة في بحر المانش بسبب العقوبات المفروضة على موسكو. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقيا في أمان الله وحفظه.